تخيل عندك رحله فيها 60 واحد والشيفور ما بغاش يكمل الطريق، والا ما وصلناش في الوقت غادي نخسر 1500 اورو اللي كنت مريزيرفي بها التران من قبل. 10 دقائق اللي باقا والكار واقف والشيفور كيقول انا هاد البلاصه اللي عندي في الكونطرا وما غاديش نزيد عليها. الكليان ما كيعرف والو من هاد الشيء، خلص كيخصو يتمتع ويرجع في حاله للدار هاني في العشيه. كنعيط للشركه الكبيره ما خداماش حيت داك النهار الحد. كاين جوج الحلول، يا اما نجبد معاه الصداع ولقى شي طريقه باش يمشي بزز منه، ولكن الناس الا شافوا هادشي يقدروا نبانوا لهم ماشي بروفيسيونال ويقدروا ما يتيقوش فينا المره الجايه. الشركه اللي كنخدموا معاها مزيانه وما عمرها دارت لنا هاد المشكل، ولكن هاد المره الشيفور كان طامع في الفلوس كثر. الحل الثاني هو نجر الشيفور ونهضر غير بيني وبينه بلا ما يعرف حتى واحد. طلب لي في المقابل ديال ديك 3 كيلومتر اللي غنكملوها ب 200 الاورو، ثمن اللي ماشي منطقي. قلت له غير زيد نعطيها لك ولكن حتى نرجعوا حيت ما عنديش هاد الفلوس كاش. وصلنا للتران اللي كنا مريزيرفين قبل على شويه كان عيمشي. كان عندنا موراها التليفريك وكانوا شي انشطه اللي خاصنا نديروهم في واحد الساعه مضبوطه. دازت الرحله كيف ما خططنا ليها قبل. وفاش رجعنا لبرشلونه في الوقت اللي كنا محددين الشيفور قال لي عطيني الفلوس. قلت له غدا في الصباح غادي نجي للشركه ونعطيك الفلوس بيدي. وفاش مشيت وتلاقيت مول الشي لقيتو ما في خبارو والو وقال لي ما تعطيه حتى حاجه. كانت هذيك هي اخر مره يخرج معنا داك الشيفور، وهذه غير شويه من بزاف ديال المشاكل اللي في كل مره كنصلحوهم باش داك الكليان في الاخير يكون مرتاح وبخير.